وبعد ميركاتو شتوي كبير للتراجي واللي قاعدين نحكوا على 5 لاعبين جدد في الفريق، واللي هما ابو بكر سوزو لاعب المنتخب الجنبي تحت 17 سنة، ويوسف المسيكني لاعب المنتخب التونسي السابق، وحمزة الرفيعة كيف لاعب المنتخب التونسي، والياس عرعار لاعب اصغر المنتخب التونسي، ومحمد دراجر لاعب المنتخب التونسي السابق. 5 صفقات قامت بهم التراجي في اقل من شهر، وهذا اللي يخلي غول افريقيا يسيطر على الميركاتو الشتوي في البطولة، خاصة انه فكر باش يستقطب لاعبين عندهم الجنسية التونسية باش يربح بلاصة في البطولة، ويحاول يجيب لاعبين ما يتصنفوش كأجانب. لذلك اليوم جينيكم بثلاثة صفقات تخدم عليها التراجي. اول حاجة لازمك تعمل لينا لايك وابونيه باش يوصلكم كل جديد، وزيدا باش تدعمونا لانه شين جديد. اللاعب الاول اللي باش نحكوا عليه هو عمر الرقيق، لاعب سبق ليه انه لعب مع المنتخب واللي يعني ما يتصنفش في البطولة كلاعب اجنبي. اللاعب حاليا يلعب في الدوري السلوفيني مع نادي ماري بور، واللي حاليا متصدر في المرتبة الثانية في الدوري. سعر اللاعب $500,000. اللاعب يلعب ديفونسور. نتصور التراجي باش تستحقوا برشا في الفريق، سواء في الشامبيونز ليج والا في البطولة. عطونا رايكم في الكومنتاريات اذا اللاعب يستحق مكانته في التراجي. وتوا خلينا نتعدوا للاعب اللي بعده، واللي هو معز الحاج علي، لاعب نادي المونستير، واللي حاليا عنده برشا عروض من أندية عربية وأوروبية، إن شاء الله باش نحكوا عليهم في الفيديو الجاي. اللاعب لعب 14 مباراة في البطولة، سجل فيهم 4 أهداف، وزاد لعب في الدوري الإفريقي الثاني 3 مباريات مسجل فيهم هدف وصانع 2. لاعب باش يعاون التراجي برشا، خاصة إنه البوست نتاعو ما فمش منها في التراجي إلا حسام تقاء. سعر اللاعب حاليا €700,000، لكن كما قلت لكم اللاعب يتبعوا فيه برشا فرق، خاصة زوز فرق أوروبية، واللي إن شاء الله باش نحكي لكم عليهم في فيديو جاي. علي يوسف، لاعب سبق له انه لعب مع المنتخب، واللي يعني انه ما يتصنفش كاجنبي. حاليا يلعب بالدوري القبرصي، البوست نتاعو مهاجم صريح، سعره €1,200,000. وهكا نكون وصلنا لاخر المقطع. ما تنساوش اللايك والابونيه، والوليد حاليا شين جديده باش نحكوا فيها على ميركاتو الوطن العربي بشكل عام. الشين في اول تعليق تنجموا تدخلوا تعملوا طلع على الشين، وهذوما زوز فيديوهات على ميركاتو التراجي تنجموا تشوفوهم. ويلا باي.